حبايبي طلبة وطلاب الثانوية العامة دفعة 2024، معكم مستر أشرف أمين، مدرس أول لغة إنجليزية ومعد أوائل الجمهورية. طبعا عشان تبقى من أوائل الجمهورية أكيد الموضوع مرتبط بيا وبيك. استحالة إن أنا أقدر أكون وصلت الناس مرحلة يبقى الأول غير بمجهوده هو. عشان كده إحنا سيستمنا بيعتمد على المتابعة القوية الشديدة، المتابعة اللي هتخليك كويس. أي نعم هنبدأ شرح تدريجي، هنقدر نوصل لكل المستويات وهنقدر نبدأ معاك من الصفر لغاية ما نوصل للقمة بإذن الله. بس حبايبي ده مجهود والتزام مني قبل ما يكون منك. دايما هيكون في شرح بالتفصيل، ده أكيد. دايما هيكون في متابعة، ده أكيد، متابعة أسبوعية ومتابعة دورية. متابعة دورية التزام في تسليم الهوم ورك ومراجعة الهوم ورك، والكلام ده موجه لطلبة السنتر وطلبة الأونلاين. امتحانات دورية، طبعا في امتحانات دورية، أكيد في امتحانات دورية، امتحانات أسبوعية اللي أنت أخدته وامتحانات شهرية على كل اللي فات. تمام. في تسميع كلمات اونلاين، ودي فكره احنا بننفرد بيها. عمرك ما تلاقي حد بيسمع كلمات اونلاين بالطريقه بتاعتنا، لا، هتقدر تحفظ لطلبه السنتر طلبه اونلاين في حفظ الكلمات. حفظ الكلمات ده الدافع اللي هيديك باور، اللي هيخليك تفهم، هيخليك يبقى كويس. وعندنا طبعا حل من جميع المصادر. انا واحد من الناس بؤمن ان انت لازم تحل من كل المصادر وكل الاماكن. تخيل لو ده متجمع كله في كتاب واحد في مكان واحد، تمام، هيكون معانا احنا. والمفاجاه ان كل مره بتاخد مني ورقه ببعتها لك اونلاين فيها ملخص سريع للجرامر. المفاجاه كمان ان انت بتاخد السبوره اللي اتشرح عليها PDF مكتوبه بخط المستر، نعرف اخطائك ازاي عن طريق المتابعه. برنامج مايكروسوفت تيم برنامج قوي جدا، في بورتفوليو قوي جدا. احنا عندنا بروفايل خاص بحضرتك، اكونت خاص بحضرتك، اكسبشن حاجه خاصه بحضرتك، بنقدر نتعامل معاه. يعني عندي استعداد ان انا طالب معاه من اول السنه اجيب تقييم ليه شامل، اعرفه اخطائه، اعرفه هو بيغلط في ايه، حل امتحانه في قد ايه، وكمان ايه كل النصائح اللي ممكن او التيبس ممكن تتقدم لك. معانا سيستم قوي جدا جدا، بالتزامك هنقدر نوصل اللي احنا عايزينه، ودايما هتلاقي فيه تطوير. دايما هنستخدم احدث التكنولوجي، عندنا امكانيه التسجيل وعندنا امكانيه المتابعه عن طريق مايكروسوفت تيم. هنوصل الاوائل. هل الاوائل بفضل مستر اشرف؟ ابدا، انا اعتبر مرحله تانية ليك. انا ربنا كرمني وخلاني ابقى دور ان انا اخرج الاوائل، بس صدقني كانوا ناس ملتزمين وبيسمعوا الكلام. اذا انا برسم لك الدياجرام، برسم لك الخط، بقول لك الدليل. عاوني وساعدني ان انت تخلص النيه وتشتغل. ممكن يجي لنا فترات زهق، ده ممكن، بس صدقني جمله دايما بقولها للطلبه: الشغل بيجيب شغل. تمام. لو كسلت النهارده هتكسل بكره ونفسك هتتسد. لو ذاكرت النهارده هتذاكر اكتر. ساعة ما يغلبك الشيطان ان انت ما تذاكرش، قوم وذاكر، قوم وذاكر واجبر نفسك. مجرد ان انت حسيت ان انت عملت خطوه هتبدا الثانيه والثالثه. باذن الله هنكون من الاوائل بتوفيق ربنا، ده رقم واحد، وبمجهودك ده رقم اتنين، وبمساعدتنا ليك باذن الله هتكون ده الدافع. اخلاص العمل هو اساس النجاح، اخلاص النيه هو اساس النجاح. طول ما انت ناوي خير ربنا هيجازيك خير باذن الله. في اقوى سيستم لتدريس اللغه الانجليزيه باذن الله. ما تنساش هنتابع بعض قوي عن طريق الجروبات بتاعتنا الخاصه. هنتابعنا عن طريق الفيسبوك وصفحتنا مستر اشرف امين ستودنتس، هننزل عليها كل جديد، هننزل عليها تجديدات، هننزل عليها مواعيد، هننزل عليها نصايح، هننزل عليها ارشادات، هننزل عليها حاجات كتير جدا. باذن الله اليوتيوب هيكون له دور معانا كبير جدا السنه دي، وهنقدر نستفيد لكل الطلبه في كل انحاء مصر. هنتفاعل عليه وهنقدر نحل حاجات كتير جدا، وهيبقى ليه سيستم، وهينزل السيستم بتاع اليوتيوب باذن الله في جدول اسبوعي هنلتزم بيه. حاجات هتساعدنا وهتساعد كل الطلبه في كل انحاء الجمهوريه عشان تكون من الاوائل. اكيد العمليه عمليه متبادله، استحاله انا هقدر اعمل كده بنفسي. الناس اللي اشتغلت معايا وسمعت الكلام والتزمت اكيد وصلت لي عايزاه. باذن الله التزام مني قد ما يكون التزام منك، باذن الله هنكون من الاوائل. ابشروا خير، لله الحمد، واشكر ربنا ان انا كنت دور في تخريج اوائل كتير جدا. منهم 2011 احمد عبد الرحمن الخامس على الجمهوريه، بيدرس كيمستري وبايو كيمستري وتخصص رهيب جدا في امريكا دلوقتي. 2015 فيصل عادل الاول على جمهوريه علم الرياضه 410. ودايما فيصل عادل ده اذا كان سامعني كان دايما يبقى قلقان ومضطرب انه ممكن ينقص، ما شاء الله 410. و2016 ادهم عبد العاطي الاول ادبي على الجمهوريه. وعندنا الدكتوره مي علاء تمراز السابعه على الجمهوريه 2017. وعندنا
المهندس العظيم والعالم العظيم والجهبذ بتاع المستقبل عمرو عاصم، الاول على محافظه بحر احمر والرقم 11 على مستوى الجمهوريه. مفيش حاجه اسمها صعبه في امتحانات ثانويه عامه، في حاجه اسمها سهله، في حاجه اسمها ان انت اتدربت كويس هتخش تقفل. مفيش حاجه اسمها امتحان صعب، انا اتدربت، انا شفت كل الانماط، ما عليك غير انت تخش تتفاعل وتفكر وتلاقي الدنيا مش مظبوط، هنقدر نوصل اللي احنا عايزينه. طلاب 2024 في كل انحاء الجمهوريه